السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم اكله حلوه جدا في الجو الساقع الجميل ده. اكله حلوه فعلا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت كزرولة، حطيت فيها شويه ميه، معلقتين حلبه كبار، غسلتهم كويس طبعا ونقيتهم. هننزل نغلي الحلبه. انا عاوزه الحلبه تغلي، انا عايزه الحب بتاعها يستوي، فبتاخد لها حوالي 10 دقايق على النار. نوطي النار، حطيت على معلقتين الحلبه 3 كوبايات ميه عشان انا عاوزاها تغلي كويس جدا. خلاص، هنوطي النار وسيبها تغلي براحتها. اللي هيعرف الاكله دي يقول لي عليها. تمام. وبتسموها ايه عندكم؟ انا هقول لكم عليها في اخر في اخر الفيديو. تمام. خلاص كده غلت، انا سبتها تغلي زي ما انا قلت لك حوالي 10 دقايق. اكله مغذيه، طعمها حلو قوي، ريحتها بتقلب البيت. للناس اللي عاوزه تتخن، عليكي بالاكله دي كل يوم. والناس اللي مش عاوزه تتخن هما معلقتين بس، ما اعتقدش يعني الاكل هتخليكي تشدلها جامد. خلاص كده غليت كويس قوي، احطها على جنب. اجيب طاسه او صينيه احط فيها، بصي بقى، كل رغيف عيش هنحطه هنقطعه، هنحط عليه معلقتين سمنه. تمام. مبدئيا يعني انا عملت 3 رغيف عيش، لان هي فعلا الاكله دي بتكش من الاكلات اللي بتكش، بتحسي ان هي مش عامله كميه كبيره. مهما كترتي في العيش ما بتعمليكيش كميه كبيره. عشان كده انتي بقولك الماده الدهنيه بتبقى ضعف العيش. يعني الرغيف ياخد معلقتين سمنه كبار. خلاص. نقطعهم كده قطع صغيره، بيبقى شكلها حلو لما تتقطع قطع صغيره. خلاص، هنقطع العيش كله. لازم السمنه تسخن بس ما تغلي، يعني السمنه البلدي ما تقدحش لانها بتغمق وطعمها بيتغير. يا دوب تسخن بس الطاسه بتاعتنا. لو ما عندكيش سمنه، معلقتين زبده بديل ليها، لان هي برضو من عوامل نجاح الاكله دي. ريحه السمنه هي اللي بتغير لك طعمها خالص. هنقطع العيش كله. خلاص كده. نحمر بقى العيش، لازم العيش برضو يتحمر كويس. اكله سهله وسريعه، ما تاخدش معاكي وقت خالص فعلا، وبتحسي انت عملتي حاجه حلوه وحاجه مغذيه ليكي وللولاد في الجو ده بصراحه، وبتساعد على التركيز جدا. جربوها بجد، مش هتندموا يا جماعه والله. حمري العيش كويس. خلاص، الدرجة دي حلوة قوي. خلاص كده حمرناه. هجيب نص كوباية عسل اسود. عرفتيها ولا لسه؟ نص كوباية عسل اسود. خلاص، نشوحهم كده تشويحة بسيطة. وهننزل بالحلبة بتاعتنا يعني بالتدريج، تغلي شوية ونروح نازلين بالكمية التانية. خلاص اهو. هنحط نقلبها حسب كمية المية اللي انت عاوزاها في الحلبة في الأكلة. خلاص. بس لازم تغلي شوية حلوين. تمام. وهيفضل العيش برضو مقرمش وطعمه حلو، متخافيش. اهو. ننزل بشوية حلبة كمان. انا بحب اكل الحلبة كمان، فهحط لي معلقتين كده حلبة. مش هاكل كتير ان شاء الله، مش هاكل كتير، هحاول امسك نفسي. نقلبها بقى. سيبيها على النار حوالي دقيقة او دقيقتين بس، مش اكتر من كده، لان العيش هيمتص السوائل دي كلها دلوقتي ومش هتلاقي سوائل. بس طعم العيش نفسه حكاية، بجد والله. خلاص كده. شايفة بتغلي اهي. هن يعني نقلب ونشيلها بقى من على النار. هي هتشرب كل ده. انت عاوزة فيها سوائل كتير تشربيها مع العيش، زودي حلبة، مفيش مشكلة. هوريكي دلوقتي ما بتكملش وتلاقيها شربت العيش شرب السوائل دي كلها. خلاص كده. نشيلها من على النار. خير.
خلاص كده شربت العيش شربت العسل بتاعها اهو، شايفة عاملة ازاي؟ احنا بنحبها كده جدا. انت عاوزة فيها شوية صوص خلي شيليها بدري شوية. خلاص شايفة عاملة ازاي؟ بجد تحفة يا جماعة. يلا بينا على الرخامة. بجد طعمها حلو وريحتها حلوة قوي اهي. يعني من الاكلات السهلة اللي متاخدش معاكي وقت ومش مكلفة. هي بس حتة السمنة البلدي او الزبدة، مفيش بس مش اكتر من كده، وهتديكي ريحة وطعم حلو قوي. وكل واحد بيعملها بطريقة، انت بتعمليها ازاي؟ لو بتعملها زي قوليلي. شايفة عاملة ازاي؟ بجد العيش طعمه فظيع. شايفة شكلها عامل ازاي؟ شكلها وريحتها بتقلب البيت. اتمنى تجربوها وتقولي بتعملوها زي ولا لا، وتقولي لي رأيكم. وبألف هنا ومع السلامة.